فاكر انت اول قبض خدته في حياتك، سواء بقى كان 5000 او 7000 او 10000 ايا يكن، يعني تحس انك اول ما مسكت القبض كده اللي هو ياه انا بقيت ملك. بس بعد اسبوع فين الفلوس يا عم؟ مفيش. المشكله مش انك صرفت، المشكله انك صرفت من غير خطه. اول قبض في حياتك ده ممكن يبنيك وممكن يدمر الدنيا. تعال اقول لك تعمل ايه وانت هتفهم قصدي. طول ما انت ما عندكش التزامات وحر نفسك، يبقى لازم تتبع القاعده دي في تقسيم القبض بتاعك. 40% تتعلم بيهم، استثمر في دماغك، يعني خد كورسات، طور المهاره بتاعتك او اتعلم مهاره جديده. صدقني دي فلوس بترجع لك اضعاف فيما بعد. 30% حوشهم، مش عشان تبقى بخيل، لا، عشان لما تجيلك فرصة يكون معاك فلوس ومستعد لها، لأن الفرص ما بتستناش. و30% اللي فاضلين عيش بيهم وكافئ نفسك بس بالعقل. لما تعمل كده هتكتشف انك مش بتدير فلوسك، لا، ده انت بتدير حياتك. ما تستناش تبقى غني عشان تتعلم تدير فلوسك، وانت معاك القليل من دلوقتي اتعلم ازاي تديره، عشان لما الكتير يجي تكون مستعد له. سلام.